عسلامة، مرحبا بكم في زعم طيب اثنين. اليوم ان شاء الله باش نحضروا مع بعضنا روسيت بتاع المقروض باللوز. لهنا اخترت نعملوا لوز، تنجموا تعملوا نتوما تمر ولا لوز كما تحبوا. بالنسبه للعجينه هذا حكار نتاع 300 غرام، وانتم تنجموا تعملوا حكار كيلو ولا اكثر، ديما نضاعفوا الكميه. لهنا حاجتنا 300 غرام سميد ارطب، 80 مليلتر ولا كاس غير ربع زيت زيتونه، شويه ملح. هنا زبدة حاجتنا على الكيلو 100 غرام، هنا جوست مغرفة وانا حكاية 30 غرام زبدة، شوية كركم اذا كان ما عندناش زعفران، والماء 100 مليلتر ولا كاس ماء، هنا دافي ولا بارد ماهوش مشكل. بالنسبة للحاجة اللي هنا باش اعمل جرجلين ولوز ريحتهم مش دابكين برشا مهروشين، باش نحط معهم شوية قرفة وشوية ماء زهر. بالنسبة للشحور هنا 2 كيسان سكر عليهم شطر كاس ماء وشطر كاس زهر وعصرة قارص. الصرة دي اللي هنا فيها شوية تاي احمر باش يعطينا اللون الاحمر. وفي الاخر باش نرشوا جرجلين بعد ما نكملوا نقليو المقروض ونشحروه، نرشوا عليه شوية جرجلين. نبداو توا نحضروا العجينة. ناخذ السميد نزيدوه شوية كركم وشوية ملح، خلطوهم ونزيدو الزبدة اللي ذوبناها والزيت اللي هنا زيت الزيتونة، ونبسوهم. نخليو الخليط يرتاح ونمشيو نحضروا الشحور. ناخذوا الكسرونه نحطوا فيها السكر، هنا 2 كيسان سكر، شطر كاس ماء وشطر كاس ماء زهر، خليوهم يذوبوا حتى وين يتحل السكر يولي الماء ترانسبارون. لهنا نحطوا الصرة اللي فيها شوية تاي احمر باش يعطينا اللون الذهبي متاع الشحور. خليوه حتى لين يولي يعمل فقاعات، نار هادية. باش نزيدو القارص، نحينا الصرة اللي كان فيها التاي، وباش نزيدو العصرة نتاع القارص. خليوه يغلي حكاية دقيقة أخرى ونطفيه. وهذا الشحور حاضر، باش نطفيو عليه نخليوه يبرد ونمشيو نحضروا المقروض نتاعنا. لازم تزلحم. وتوا باش نعجنو نصبوا الماء. هنا يلزمنا 300 مليلتر على الكيلو، باش نعمل يعني 300 غرام، يعني يلزمني 100 مليلتر. العجينة تاع المقروض ما نعجنوهاش برشا، جوست نلمو شويه لمان وتكون هكا مش طريه برشا وماهيش يابسه، باهيه سوبل. باش من بعد كاش باش نفرموها ونطبعوها. طيب باش نخليوها ترتاح ونمشيو نحضروا الحشو نتاعنا. ناخذوا اللوز وزدناه شويه جرجلين ورحيناهم مهروشين شويه، نزيدو عليهم القرفه، حكايه مغرفه قرفه، ونخلطوهم مغرفه ماء زهر. لان اللوز وسجلين على الكيلو تقريبا 200 غرام،
مع بعضهم، ونزيدوا الماء ما يزهر حتى لوين تتلم توليك انها عجينة. هكا تبدأ. لهنا نجمو نزيدو ساشي سكر فاني، ساشي واحدة تكفي. وهكا الحشو يكون حاضر. وتوا بعد ما ارتاحت العجينة وحضرنا الحشو، ناخذ طرف من العجينة ونحلوها. وتوا نعملو هكا كل بوبنيت، مش جويد برشا، ونحلو هكا في الوسط، ونمشي نحطو الحشو نتاعنا. وتوا ناخذو الحشو نعملو كيما هكا كده صوابع، نحطوه بهنا. وتوا بعد ما حطينا اللوز على كامل العجينة، توا باش نرجعو نسكرو. وتوا ننزلو عليهم هكا، انا ننزلو في نفس الوقت. وتوا شلو اليوم هكا ديما كان خرجت عجينة الحشو نسكرو عليه. وتوا باش ننزلو عليه بالقالب، يعني نبعدو شوية على الحرف، ننزلو باش يعطينا طابع. وتوا باش نقصوهم معاينات، نحيو الحافة هنا احنا نكبر الكعب كما نحبو. وهذا مكعبات المقروض توا حاضرين. نكملوا بقية العجينة بنفس الطريقة. هنا نحطو الزيت يسخن ونقعدو نهبطو بالكعبة نخليوه حتى لوين تحمر وتطيب. هذو مكعبات المقروض توا قاعدين معناها تقلاو، خرجناهم الزيت، توا بقينا كنشحروهم. توا بعد ما كملنا قلينا الكمية اللي عنا الكل، توا باش نشحروها. هنا شحور يكون مش بارد مش سخون عادي، نحطو يتشحر. وهذا المقروض نتاعنا بعد ما شحرناه، توا باش نرشو عليه شوية جلجلان ونقدموه. وهذا المقروض باللوز نتاعنا، مقروض خفيف وبنين. نجمو نحيو اللوز ونعوضوه بالتمر المقروض العادي. كانت معكم الأدمين سامية، وإلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله.